لما يكون عندي حتة لحمة مفرومة ما تجيش ربع كيلو واعمل بيها اكلتين على الفطار. الدنيا غالية والدنيا نار واللحمة غالية جدا والناس بتحاول توفر على قد ما تقدر. بص بقى، ربع كيلو اللحمة ده انا هعمل منه وصفتين اكلتين بجد حلوة جدا. اول حاجة عصجناها زي ما انت شايفة وفي حتة سمنة كده، وحطي بقى التوابل اللي انت عايزاها، ملح وفلفل اسود وبابريكا، توم باودر، بصل باودر، بهارات لحمة، خلطة الكفتة بتدي طعم رهيب جدا، وعصجيها زي ما انت عايزة. بعد كده هجيب معلقتين سمنة متسيحين، وبعد كده هحط كوباية ونص من اللبن وبيضتين لان انا هعمل اكلتين وبيضتين. تمام، هحط كده رشة ملح وكمان واحدة ماجي ورشة فلفل اسود وكمان معلقة نص معلقة صغيرة من السكر. طبعا بتفرق جدا 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 في الاكلة دي. هتقولي هتحط سكر على البيض على اللبن؟ هتدي طعم فظيع. اعملي بس زي ما بقولك عليه وادعيلي. بعد كده معلقه صغيره من البيكنج باودر عشان تعمل يعني تبقى هشه كده وجميله زي الفل كده. احنا خلاص خلصنا الخليط. هنا كمان عندي لفه جلاش زي ما انت شايفه كده، لفه جلاش جبتها وجبت الصينيه ودهنت الصينيه بسمنه، بحته من السمنه، وفردي بقى زي ما انت شايفه كده. الفيديو شارح نفسه، يعني ما تحطيش طبقات ولا حاجه، اعملي زي ما انا عامله كده، نص الورقه في الصينيه ونص من بره الصينيه زي ما انت شايفه كده. وحطي كده في الاماكن اللي انا بعمل فيها كده زي ما انت شايفه، ورقه ورقه، وحط ورقه في النص كمان. وبعد كده نجيب الخليط الجميل ده وادهني بقى بيه. طبعا هو فيه سمنه وكل حاجه اهو بالشكل اللي انت شايفاه ده. طبعا الفيديو شرح نفسه والمقطع شرح نفسه، مش محتاج ان انا اتكلم كتير. بالشكل ده يا بنات. هنا كل ما بتخلصي حاطه طبقه، يعني تقومي حاطه من الخليط اللي احنا عاملينه بالشكل ده. طبعا لسه هنحط تاني الخليط ده. طبعا كل ما نيجي نقفل على ورقه هنحط تاني اهو. هنا بقى الخلطه اللي انا عاملاها او التعصيجه اللي انا عاملاها دي انا هقسمها جزئين. هتقولي لي ده ربع كيلو ما فيهوش حاجه وانت كمان ما حطيتيش بصل. انا ما بحبش احط بصل على تعصيج اللحمه، انا بحبها لحمه سك كده، يعني عشان احس بطعمها، ما احسش انا باكل حواوشي كده. حواوشي بيحب البصل، لكن انا بصراحه في التعصيج انا ما بحبش احط بصل ولا ولا فلفل. اقولك زمان كنت بحط بصل، لكن دلوقتي عشان طبعا الحمد لله بنتي الجميله دي فظيعه ما بتحبش تحط مع اللحمه او الفراخ لما اجي اعصجها، ما بتحبش خالص عليها ولا فلفل ولا بصل ولا اي اضافات، فهي بتحبها لحمه كده ساده. فانا بحاول على قد ما اقدر اعمل لها حاجه عشان تاكله كده. زي ما شايفه كده انا بقفل الصينيه. طبعا الفيديو شرح نفسه اهو، بقفلها زي الفل كده. وطبعا ما شاء الله بتطلع هشه وبتطلع جميله وبتطلع كمان تخينه ما شاء الله، مش رفيعه ولا حاجه، بتطلع حلوه يعني طبقه جميله. هنا زي الفل كده جبت جزء من الخليط ونزلته عليها وبحاول اوزعه. بعد كده سبتها دقيقتين كده، وبعد كده بقسمها لمثلثات عشان قبل ما احطها في الفرن. ما شاء الله بتدي طعم فظيع فظيع فظيع. التركية برضو قبل ما بدخلها الفرن بقى برشلها رشة من الفلفل الاسود، بتبقى جميلة. هنا الصينية التانية عملتها بنفس النظام، بس الصينية دي مستطيلة اهو بنفس النظام كل ورقة، وبحاول اتنهم جنب الناحية دي وجنب من الناحية دي عشان تبقى متساوية. هنا بصي الكمية التانية، طبعا انا بحلف الصينية او الطاسة، بنزل كل اللي فيها. يعني اللحمة غالية بقى وهنزل كل اللي فيها، يعني هي مش بصل بقى ولا حاجة، مع ان البصل غالي والله. لا، هنزل كل اللي فيها وهحلفها كده، ان انا لازم امسحها وانزلها واحكها كده بالمعلقة عشان تنزل كل اللي جواها. وكمان انا ضفت عليها جبنة فيتا بتدي طعم حلو قوي برضو معاها. هنا برضو حطيت كده الخليط زي ما انت شايفة كده، وقسمتها مربعات قبل ما احطها في الفرن عشان تعرفي تقسميها. هنا بقى حبة البركة جميلة جدا طبعا، مفيدة جدا. انا هنا حطيتش في الصينية دي، ما حطيتش حبة البركة عشان قلت بنتي يمكن ما ترضاش تاكلها، بس ما شاء الله لا حبيتها في الصينية التانية كلتها عجبتها. هنا بقى بسم الله ما شاء الله كمية اللحمة عملت منها ربع كيلو، ولا زودت بصل ولا فلفل ولا اي حاجة، وعملت منها صينيتين جلاش جميلة جدا جدا. طبعا كنت عاملة حاجات جنبها، بس انا نزلت لكم الفيديو فرداني كده. كنت عامله جنبها بصراحه الكفته اللي انا كنت منزلها لكم، اللي هي الكفته اللي بالبطاطس الفظيعه الرهيبه، اللي برضو بربع كيلو لحمه. يعني انا اليوم ده اساسا عملت بنص كيلو لحمه مفرومه فجميل جدا بصراحه. هنا الصينيه التانية زي ما انت شايفه كده بسم الله ما شاء الله.